السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة دروس كمبيوتر. شفنا قبل كده ازاي اقدر اعمل شير لفولدر فيه مجموعة من الفايلز عشان اقدر اوصل لها من خلال جهاز تاني داخل النتورك، وشفناه بالطريقة البسيطة وشفناه بالطريقة المتقدمة. دلوقتي عايز اوريكم بقى تكنيك مهم جدا تقريبا لا غنى عنه في الشبكات، وده بيسهل ويبسط على اليوزر ان هو يقدر يوصل للشيرد فايلز اللي موجوده او الشيرد فولدر اللي فيه فايلز مهمه بالنسبه له، خصوصا الحاجات اللي هو بيحتاجها بصفه دوريه، يعني مثلا بيحتاجها كل يوم. فانا مثلا دلوقتي على بي سي 2 المفروض في جهاز اسمه بي سي 1 عليه شيرد فولدر، فالطبيعي ان اليوزر لما يحب يوصل للحاجه اللي متشيره له في كذا طريقه. اسهل طريقه ان في ايكون على الديسكتوب اسمها نتورك، بيضغط عليها دبل كليك وبعدين يبدا يستنى بقى خاصيه النتورك ديسكفري انها تعمل استكشاف للاجهزه اللي موجوده في الشبكه، فمن ضمنهم جهاز بي سي 1 بضغط عليه دبل كليك هلاقي الشيرد فولدر. دلوقتي هوريكم طريقه بسيطه بقى، هو ان انا ممكن اخلي الشيرد فولدر ده يظهر بشكل اوتوماتيك في ذيس بي سي وكانه بارتيشن او فوليوم زي الفوليومز اللي بتظهر عندي اللي هي الهارد ديسك اللي بالنسبه للجهاز، من خلال خاصيه رائعه اسمها الماب نتورك درايف. ازاي بعمل الماب نتورك درايف؟ انا دلوقتي موجود على جهاز مش اللي عليه شيرد فولدر، لا الجهاز اللي عايز يوصل للشيرد فولدر، تمام؟ فالشيرد فولدر موجود على بي سي 1. فانا عشان اعمل الكلام ده وانا فاتح الويندو الخاصه بزيز بي سي هلاقي فوق في تاب اسمه كمبيوتر، هضغط عليه هلاقي من ضمن الاوامر امر اسمه ماب نتورك درايف، هضغط على الامر فبيقول لي طيب تحب الدرايف ده تديله حرف ايه؟ طبعا لو مش عاجبك الحرف ده ممكن تفتح وتختار الحرف اللي انت عايزه. هنا بقى اهم حاجه بيقول لي شاور لي على الشيرد فولدر اللي موجود في النتورك اللي انت عايزه يظهر بمجرد ما تفتح الجهاز. في اكتر من طريقه عشان اوصل للشيرد فولدر. في طريقه ان انا بشاور على اسم السيرفر او الجهاز اللي هو عليه الشيرد فولدر، ان انا بضغط باك سلاش اسم الجهاز باك سلاش اسم الشيرد فولدر، او في طريقه من خلال البراوز. فزي ما شايفين في البراوز اقدر يشوف الجهاز اللي هو بي سي 1 وكمان الفولدر اللي اسمه داتا اللي متشير، هضغط على الفولدر وبعدين هضغط على اوكي، فهو لوحده كتب المسار. مهم جدا ان انا اسيب الامر ده اللي هو ريكونكت ات ساين ان، يعني في كل مره بساين ان او بعمل دخول على الجهاز فبيكونكت على الشيرد فولدر، وبعدين هضغط على فينيش. فهبص هلاقي ان الشيرد فولدر فتح معايا. في كل مره بريستارت الجهاز او بعمل لوجن على الجهاز هلاقي البارتيشن دوت او الفوليوم دوت، مجرد ما بضغط عليه بيفتح وبلاقي الفايلات اللي قدامي. طريقه بسيطه وسهله ومهمه، وهتخلي اليوزرز اللي معاك في النتورك يدعوا لك. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان توصل لك تنبيهات بكل فيديوهات برفعها خاصه بشروح الكمبيوتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.